وحاوي فوازير رمضان. النهارده ان شاء الله جاي لكم بحاجه جديده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه كلها. رمضان ده حبيت اقدم لكم حاجه جديده واشوف تعبكم في قلب القناه عامل ازاي. هعمل لكم فوازير اعرف بيها مين اللي متابعني ومين اللي حافظ المقاسات ومين اللي متابع القناه والشرح. تمام، هنعمل الفوازير مع بعض. هديكوا اختيارات وتحلوا الاختيارات. الحل اللي هيبقى في التعليقات وهتقولي لي اسمك وتبعتيهولي على الواتس ليكي مكافأة. في كل فزورة فيه هدية شكل، وفي هدية كبيرة في آخر رمضان. انتظروني مع أول فزورة، يلا بينا. حذري فزري خدي وهاتي، هتعرفي ايه هي مقاساتي، وعشان تعرفي حل فزورتنا هتلاقي الإجابة على قناتنا. الكرسي الباجير يا ترى الودن بتاعته 40 في 20 ولا 30 في 50 ولا 40 في 60؟ عشان تقولي الإجابة الصحيحة هتوصلي للفيديوهات وهتعرفي الإجابة من خلالها. تكتبي إجابتك في التعليقات وتبعتيها لي على الواتس على الرقم اللي هيظهر لك على الشاشة، وإن شاء الله تكوني من الفايزة المحظوظة على القناة. منتظر الجائزة الكبيرة. لو انت منجد او انت خياطة تعالوا اتفرجوا على الشرح ببساطة. دايما معوداكوا ان انا بحب اعمل كل قطعة في الركنة بكفر منفصل عشان لو هتحركيها او حاجة. انت كست بيت النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة جديدة ومختلفة وما عملتهاش على القناة خالص. كفر ركنة متصل يعني ركنة كلها فيها يد يمين ويد شمال، هنعمل لها كفر بكل سهولة. اول حاجة هتعمليها انك هتقيسي طول الركنة كلها. دايما ناس كتير بتقولي انا عندي ركنه 2 في 3 4 في 5، عندي ركنه 6 متر. انا دايما باستمرار بخلي كل قطعه لوحدها، بعرف مقاس كل كنبه. لا، النهارده هنعرف الركنه دي مقاسها كام في كام. هنبدا كده اهو من اول الظهر فوق. الركنه دي اهي متر ونص في كام هنشوف مع بعض. قلنا الجنب دوت متر ونص، هنشوف الجنب ده كام متر. ادي معانا كده متر ونص زائد متر وربع. تمام، يعني 3 متر الا ربع. يبقى الركنه دي متر ونص في 3 الا ربع. تمام، هنعملها ازاي؟ بقطعه واحده متصله بيد يمين ويد شمال بكل سهوله. هنقيس قماشنا كده. هتخلصيها في 10 دقايق. بعد ما خلصنا القص احنا قلنا متر ونص ومترين 75، يعني 4 متر وربع. هنقص ال 75 سنتي بتوع الاتنين يد اهو، هقصهم قدامكم على الركنه. وهتلاقوا شرح كتير برضو للكرانيش في القناه للناس اللي لسه داخله جديد. خلينا الظهر على الظهر زي ما احنا شايفين، او عادي عايزه تخلي الوش على الوش براحتك برضو. تمام، وادي البرصل على البرصل بتتنيها كده اهو مثلث مستطيل. بتعملي المرايه بتاعتك وبعد كده بتعملي الدوران بتاعك عشان تطلع معاكي يد يمين وشمال اهو. ادي يد يمين وادي يد شمال. كل اللي انا هعمله اني انا هقفل اليد دي. تمام، هقفل اليد دي وهقفل الاعماق دي. هعرفكم ازاي تفصلوا القاعده عن الظهر. انتظروني وما تروحوش في اي حته. زي ما اتفقنا احنا خدنا الطول زائد العرض ادانا 4 متر وربع، وخدنا للايادي 75 سنتي عملناهم الاتنين يد الوش على الوش
وقسمناهم نصين وعملنا المربع بتاع المراية. هنا ما كانش المربع 5 في 5، هنا عملنا المراية 8 في 8. تمام. وعملنا الدوران بتاعنا. انا مرضتش اركب اليد غير لما تشوفوها، علشان خاطر في تكه حلوه قوي. مش عايزين نركب اليد مره واحده على الجسم، لاني لو ركبنا مره واحده على الجسم بصي شكله هيبقى عامل ازاي، هتبقى مشدوده كده، هتبقى مشدوده كده زي الجاهز. انما احنا بنفصل حاجه بالتفصيل بتبقى شكلها شيك. عملنا ايه؟ نزلنا قيمه 20 سنتي بتوع الظهر، لان اليد دي يد واطيه عن الظهر، مش عاليه او مش كتف، مش كتف زي كده، دي يد واطيه. فنزلنا بال20 سنتي. طب ازاي؟ بتاخدي مقاس القاعده بتاعتك، القاعده بتاعتك مثلا 60 سنتي، انا هنا عندي 60 سنتي، اخدت ال60 سنتي قسمت المتر نصين اهو زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى نصين نصين. بتاخدي النص ده وتروحي قافله نصه، قافله نصه، يبقى انت عملتي ايه؟ يبقى انت قفلتي نص الظهر اهو بالشكل ده. تمام. وعملتي العمق بتاعك اللي هو ده مهم بعد علشان ما تبقاش ببوزه كده. خلاص ركبتيها اهو. انا عامله لكم كل حاجه بالتفصيل والركنه علشان خاطر تشوفوا الشرح من عند العملاء ومن الاستوديو. هنا اهو الجنب ده عملناه حرف التي، وهنركب اليد على الجزء ده اهو. هتركبي اليد ازاي؟ من اول حرف التي، شايفين العمود ده حرف التي ده اهو، هنشبكه مع دي. ليه انا بشرح الشرح ده؟ انا شرحه مره واثنين وثلاثه وعشرة على القناه، بس ليه تعمدت ان انا اشرحه على الركنه بالشكل ده كده؟ عشان في ناس داخله جديد وبتقولي احنا تايهين من الفيديوهات ومش عارفين. لو انت تايهه في الفيديوهات زي ما قلت لك، خشي على قوائم التشغيل فوق. قوائم التشغيل فوق عامله لك فيها الكرسي الباجير 3 فيديوهات، الانتريه الكورنيش الستاندر الفيديوهات، الحاجات الركنه الكب الفيديوهات بتاعتها. فدي من ضمن المجموعه اللي هتبقى بكورنيش ان شاء الله. انا شرحتها على المكنه في المعرض، وشرحتها على السبوره نظري، واديني بشرحها للمره الثالثه على الركنه. تمام. فدي كده اهو ركنه بكورنيش. كل اللي هنعمله هنمسك من اول العمود مع الطرف، هنمشي 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 لحد ما نجيب نهايه اليد مع نهايه الظهر من ورا، وبعد كده هنركب كورنيش. طب يجي واحد يقول لي خلاص يا استاذه انا كده فهمت، ولو انا حابب اعملها كب من غير كورنيش هروح جايب شريحه جاكار طويله والف بيها على الكنبه. هقول له لا غلط، لان لما انت تجيب شريحه وتلف بيها على الكنبه، الرسمه دي عن الرسمه بتاعت الصدر هتبقى مختلفه عن بعضها. ناس كتير قوي بتطلع الشغل بالطريقه دي، بس الشغل بالطريقه دي ما بيبقاش فيه اي احترافيه. عايز تعمل حاجه كب ليها تفصيله تانية خالص، بحيث ان انت تخلي الجسم كله قطعه واحده. طب هيجي حد يقول لي ازاي هخلي الجسم كله قطعه واحده والركنه مثلا 4 متر؟ انت قلتي ان القماش بيمط عندي لحد 2 متر بس. ده ليه شرح جديد وشرح لذيذ وشرح مهم ومفيد جدا، هتتابعوا معايا على القناه. هنزل لكم الايام القادمه شرح ركنه زي كده تكون من غير كورنيش ومن غير ولا توصيله. تمام. هخيط اليدين وهرجع لكم تاني، وبكده نكون خلصنا الركنه ال4 متر وربع. قلنا 1.5 متر في 275 جمعناهم مع بعض وعملنا الايادي. الايادي خدت 75 سنتي للاثنين. ماشي. ده شكلها اهو كده، ركبتها كده على طول في السريع. عملنا الاعماق. ماشي. هنركب لها الكورنيش بعد ما نخلص. ادي شكلها، والزاويه بتاعتنا حلوه ما فيش فيها تحشير. تمام كده خلاص خلصناها. بالنسبه للناس اللي بتسالني الكنب اللي فوق المترين هنفصله ازاي، تابعوني على القناه، هشرح كل حاجه واحده واحده علشان خاطر توصل للناس المبتدئه. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.